مرض السكر من أحد العوامل المؤثرة عامةً على صحة الإنسان كله، وبالأخص على الأسنان. طبعًا في ناس يعني بتستجيب لما بيبقى عندي سكر، يستجيب إنه يبتدي ياخد علاجه ويبتدي يمشي على دايت مناسب بحيث إن السكر بيبتدي ينزل، ودول بنعتبر إن كأن ما عندهمش سكر خالص، لأنه مع شوية وقت السكر التراكمي بتاعهم بيتضبط، كل حاجة بتبقى كويسة جدًا خلال شهرين 3. في بعض الناس بترفض إن هي تاخد دوا السكر، يعني أنا عندي سكر لكن أنا مش هاخد علاج، أنا هاسيب نفسي كده وهو هيتصلح مع الوقت، وما بيباشرش، يعني هو بيبقى عنده مبدأ إن هو مش هيتابع مع حد، هيمشي بدماغه. للأسف الناس دول بنقابلهم كتير في الحياة، ده بيأثر على صحة الأسنان، بيأثر على جسمه كله، وبالتالي بعد شوية وقت بنلاقي إن الأسنان ابتدت تتلخلخ، العظم ابتدى يتأثر، بقى عندي سكر تراكمي عمالة بيعلى ما بينزلش، وده كله بيسمع في الآخر لأن بني آدم كل الحاجات متصلة ببعض، فحتى وجود السكر إن أنا أخليه يعلى بالشكل ده، ده بيأثر على مناعة الجسم، وبالتالي الأسنان أحد الحاجات اللي بتتأثر بالقصة دي.